السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض كنافة بطريقة جديدة بأشكال ممتعة جدا، ولادنا كمان هيحبوها ويساعدونا فيها. أنا عاملة شكل النجمة وشكل القلب وشكل الدايرة. تمام، هنشوف نعملها ازاي مع بعض. طبعا هنخرج من الحالة التقليدية بتاع الكنافة، وحاجة ممتعة وجميلة ممكن الأولاد كمان يساعدوك، بتبقى حاجة لذيذة جدا مثل صيامنا واحنا بنعمل حاجات حلوة ممتعة لأطفالنا. انا معايا هعمل اول حاجه الشربات. عندي 3 كوبايات سكر. شربات الكنافه بيبقى تقيل، عليهم حوالي كوبايتين الا ربع ميه او كوبايه ونص على حسب السكر انت بتحبيه ايه. وبعدين نص ليمون هرفعهم على النار لحد ما الشربات يعد، واسيبه على جنب يبرد. شربات الكنافه بيبقى بارد مبيبقاش سخن عشان لما اجي احطه على الكنافه. بعد كده نعمل المهلبية بتاعتي. انا اعشاب المهلبية احط كوباية لبن او كوباية ونص لبن، كفاية كوباية واحدة. وبعدين احط على معلقتين سكر، وعندي حوالي معلقتين ونص نشا، يعني تقريبا معلقتين ونص او 3، منكترش عن كده. ونحط عليهم معلقة لبن بودر. ممكن احنا نستغنى عن لبن بودر او ممكن نضيف معلقة كريم شانتيه، يعني اي حاجة هتغير الطعم. وكفاية بس لو ما عندكيش كفاية بس نحط النشا مع اللبن. بعد كده هنضيف ظرف فانيليا، او لو عندك فانيليا سايلة برضو هنحط حوالي ربع معلقة او اقل. وبعدين هنقلب على البارد كل المقدار مع بعضه، وبعد كده هنرفعه على النار بوتاجاز لحد ما المهلبية والقشطة بتاعتي تتقل. بس نحرك باستمرار علشان مفيش حاجة تلزق في قعر الإناء بتاعي وبعد كده تتحرق مني. لازم تقليب مستمر لحد ما تتقل وتتكون معايا المهلبية القوام اللي أنا محتاجاه علشان نحشي بيه. القوام مبيبقاش طبعا سايل، لا بيبقى تقيل شوية علشان لسه هتخش الفرن عشان ما تجمدش جامد. انا عندي كده الكنافه نص كيلو، انا بقطعه ممكن احطه في الفريزر. تمام، واخرجه هو او اكسره كده فيتفتفت معايا. انا كنت شايلاه في الفريزر فابتدي اقطعه او اجيب مقص المطبخ واقصه. بعد كده عندي حوالي كوبايه سمنه. انا بس بحط السمنه على قد المقدار، بدي هفرفط فيها، يعني اشرب كل الكنافه بتاعتي من السمنه بتاعتي اللي انا سيحتها. طبعا ممكن احط مع السمن زيت زي ما انتي حابه، ماشي، بس بلاش زبده عشان بتتحرق في الفرن. بعد كده احط عليهم 2 معلقه سكر بودر واقلب كويس. عندي بصوا الاشكال بقى بتاعتي، قطعات البسكوت بتاعتي، عندي مج، فنجان، اللي انتي حابه تعملي بيه اي شكل عندك حابه تعملي بيه استعملي اي حاجه في امكانياتك. انا بجيب ورقه كيس بلاستيك، بقطعها وببتدي اضغط كميه بسيطه واضغطها جامد في الفنجان بتاعي الصغير ده، واحط جزء من المهلبيه بتاعتي وبعدين اغطيها. بس اهم حاجه ان انا اغطي المهلبيه ما تبقاش باينه، عشان هو الجزء ده اللي انا احطه بقى ملامس للصينيه بتاعتي بالشكل ده، لحد ببعد كمان المهلبيه عن الحروف عشان ما تتحرقش. واضغط بالراحه، بضغط في الجزء اللي تحت بس جامد، لكن فوق بضغط بالراحه عشان المهلبيه ما تخشش على الجوانب. بعد كده هبتدي اشيل الكيس بالراحه كده وارفعه، هتلاقيها اترفعت معايا بكل سهوله. بالنسبه بقى للقطعات بتاعتي، انا برضو بفرد جزء من الكنافه بالشكل ده، اضغطه جامد. وبعدين اجيب معلقه مهلبيه صغننه او القشطه مش كتير، وابتدي ان انا ابعدها عن الحروف. وبعد كده هوزع باقي الكنافه من فوق. الاول هتجيب في الحروف بتاعتي اللي حوالين قطعه القشطه او المهلبيه دي، وبعد كده هبتدي ان انا اضغطها من الحروف كويس جامد عشان تمسك. وبعد كده هغطي المهلبيه من فوق او القشطه بتاعتي علشان ما تتحرقش لحد ما اكمل الاسطمبه بتاعتي. تمام، بس. وبعد كده لما اخلصها هقلبها على اليمة التانية على الجنب التاني، وابتدي اضغط من الحروف من الجوانب، انزلها بالراحة كده من الجوانب، مضغطش من النص الاول، اضغط من الجوانب كويس وابتدي انها هتنزل معايا بكل سهولة بالراحة عشان الشكل ما يبصي. بصوا الشكل جميل ازاي، حلو جميلة. عندي طبعا الصينية بتاعتي انا دهنها سمنة، وبعد كده هبتدي احط فيها كل الحاجات الكنافة اللي انا عملتها خلاص وادخلها الفرن على طول. بصوا الشكل بتاعي بقى، خرجت من الفرن وهي سخنة. اسقناها بالشربات بتاعنا البارد.
ما شاء الله جميلة جدا، بالهنا والشفا، يا رب تكون عجبتكم. ممكن كمان انا اعمل حشو مكسرات، مش شرط بس ان انا اعمل مهلبية، ممكن اعملها مكسرات، ممكن اعملها سادة، ولما تخرج ممكن اضيف عليها اي حاجة انا عايزاها. وبالهنا والشفا، وكل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم، الى اللقاء في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وان شاء الله يا رب تنال اعجابكم وتجربوها، ومع السلامة.